بصي، أنا هجاوب السؤال ده على جزئين. الجزء الأول متعلق بالعلاج النفسي وبس، إن احنا نقول علاج نفسي. علاج نفسي هو علاج لمشكلة نفسية، وده قد يكون علاج نفسي دوائي باستخدام أدوية لو احنا عندي مرض إكلينيكي واضح ومتشخص. علاج نفسي عضوي جواه الدوائي طبعا، لأنه احنا مش بس بنستخدم الأدوية، احنا بنستخدم حاجات عضوية أخرى، حس مغناطيسي وتنظيم إيقاع للمخ واستثارة لبعض الأعصاب وبايو فيدباك ونيورو فيدباك إلى آخره. وفي جراحات نفسية في بعض الأمراض النفسية قد لا تعالج في الآخر إلا بتدخل جراحي في المخ، لأن الأمراض النفسية مكانها في المخ. فده كاتيجوري. لو السؤال على العلاج النفسي الكلامي اللي هو أنا بقعد قصاد معالج وبعدين بنتكلم مع بعض، فهو كلام متوظف بطريقة علمية مقننة لإحداث أثر في البني آدم ده. بسمع ده كتير، إنه ما هو كلام وخلاص، ما أنت بتتكلم معايا. طب ما هو المحامي بيتكلم قدام القاضي يا جماعة، بس ده كلام غير الكلام. في المفاوضات الدولية والنيجوشيشنز ما هو كلام برضه، يعني في الأمم المتحدة ما هم بيقعدوا يقولوا كلام، لكنه كلام غير أي كلام. إذا العلاج النفسي هو كلام مقنن لإحداث أثر وتغيير في البني آدمين، مش بس في السلوك، وده أثبت في الكيمياء بتاع البني آدمين. ممكن ناخد على ده مثال. لو أنا قلت دلوقتي كلمة مستفزة لحد قصادي، إيه البودي رياكشن بتاعه؟ وشه هيحمر صح؟ أو ريقه هينشف. في كيمياء حصلت، في كيمياء اتغيرت. بإيه؟ بكلمة أنا قلتها. إذا الكلام له تأثير شبه تأثير المشرط الجراحي، والعلاج النفسي له أعراض جانبية زي ما الدواء له أعراض جانبية، وزي ما العلاج الجراحي له أعراض جانبية. الريسيرش والأبحاث العلمية في الفترة الأخيرة بقت بتشوف دليل إنه العلاج النفسي الكلامي ده فعال وبيجيب نتيجة. فبقينا نعمل المانيوال بتاع العلاج النفسي ده، جلسات العلاج النفسي الكلامي، وقصادها بنصور العيان، يعني تصوير رنين مغناطيسي وظيفي على المخ قبل وأثناء وبعد. فلقينا إنه في تغييرات كتيرة جدا في وظائف المخ أثناء وبعد العلاج النفسي الكلامي ده، وفي مراكز المخ وفي الأثناء بتبقى في مناطق بتنور بشكل معين عن مناطق أخرى. يعني بتنور معناها أن وظيفتها بتشتغل بشكل مختلف. يعني إذن هذا الكلام اللي هو الناس بتشوفه كلام وخلاص، لا، هو مقنن بشكل معين وأثبت أنه بيحدث تغييرات في المخ، بيحدث تغييرات في كيمياء جسم البني آدم.